السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديوهات بيبي شارك. بصوا يعني فرحة ما بعدها فرحة في أول تجربة عملتها للميل وورم. دي يعتبر زي ما بيقال عندنا الزريعة أو الفأس بتاع بيض الميل وورم. طبعا هو الدود صغير جدا جدا فوق ما تتخيلوا. أنا عامل سوبر زوم بالتليفون. آه، فطبعا عشان خاطر أقدر أبين الدود ده لسه كان عمر يوم أو في حاجات عمر يوم وفي حاجات عمر يوم وشوية. آه، زي ما انتوا هتشوفوا هنا كده على اليمين على الشمال اقصد. الدود ده بيشتبه ان هو بيض، بس انا ما قلت اصوره برضك. ده الدود اهو. دي حبايه قمح اصلا، المفروض الحبايه بتبقى صغيره جدا، ما بالك بقى حجم الدوده دي. الشرانق انا ببدا افصلها من حوالين الدود عشان خاطر دي اللي بتتحول خنافس. وادي الدود اهو بياكل طبعا رده وحبوب وخضار عشان ياخد منه الرطوبة الكافية ليه. بس يحاولوا ان هو الخضار ما يبقاش تبقى عينك عليه يعني عشان ما يعفنش عندهم ويعمل مشاكل. وهم كيفة ردة وخس طبعا وخيار وجزر وقشر بطاطس والكلام ده كله، اي حاجة يعني تحطها لهم هيبدأوا ياكلوا منها كده. بصوا دي يعني حاجة لأول مرة. دي دودة هي بتتحول لشرنقة، بتغير الجلد بتاعها. هي لا شرنقة لا اما بتغير الجلد عموما، يعني ايهما اقرب. بس دي شكل اللي هي بتتحول لشرنقة. ودي الشرانق اهي بيبقى شكلها كده، بتبقى حاجه ساكنه كده بتتحركش. وهوريكم منظر برضك بتاع الادراج عموما انا بربيهم ازاي. والفيديو اللي اصلا بتاع الميل ورم عموما هتلاقوه على القناه عندي، بيحكي بالتفاصيل التربيه بتاعتهم. بصوا ده الدرج الخاص بالبيض بتاع الخنافس. ودي الخنافس اهي. الشرنقه بتتحول بعد كده الخنفسه، والخنفسه بتعيش زي ما انتم شايفين اهو. البني دي بتبقى لسه يعني بقالها كام يوم. السودا دي بتبقى بقالها شويه حلوين، عدت ال3 ايام. ده بيبقى الحجم بتاعها، ما بتزيدش عن كده. بس دي كل التفاصيل. اللي حابب يرجع للفيديو الرئيسي بتاع الميل ورم وصور ورم هيلاقيه على القناة عندي، يقدر يعرف منه كل التفاصيل. عشان لو عايز ان هو يربي دود الميل ورم ده بيقدر يأكل بيه زواحف، طيور، دواجن، سمك شرس. انا بأكل الفلاور عندي الحمد لله منه، والدنيا لطيفة خالص. نسبة البروتين بتاعته حلوة كويسة اوي مش وحشة. وبيعتمد على التأكيل بتاعك، انت بتأكل حاجات ايه. فزي ما انتم شايفين الموضوع لطيف جدا وسهل وبسيط. ويعتبر كده خلاص الحمد لله المكنه طلعت قماش وبقى عندي دورة حياة كاملة للموضوع دوت. وان شاء الله نخش بعديها في حاجات تانية كتير. ولو في اي تفاصيل ابعتها لكم على القناة على طول وعلى الجروب على الواتساب بيبي شارك. ولو في اي تفاصيل اكتبوها لي في الكومنتات واتكلم عنها او اقدر افيدكم فيها لو عندي المعلومة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وسيب لي كومنت لطيف تحت الفيديو. ويا رب اكون بسطت المعلومه وقدرت افيدكم بقدر الامكان. دي العلبه دي خلي بالكم بتتباع عند اي حد بتاع ادوات منزليه، بتبقى عامله حوالي 50 جنيه تقريبا. تقدر تقسمها زي ما انت عايز وتقطعها وتحط الشبك عشان خاطر هم لما ينزلوا البيض ينزل في الاخرام دي وما يبقاش في اي مشكله. كل الكلام ده انا شارحه في الفيديو اللي قبل كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. سلام.